جماعه انا بقالي 3 اسابيع بالظبط مبطل جيم حرفيا. انا جسمي ما اعرفش ليه الاناتومي بتاع يعني تشريح جسمي اتغير. ظهري قتب تاني، رقبتي دخلت لقدام، كتافي لفت. يعني هما 3 اسابيع بس حرفيا جسمي تدهور. ليه؟ لان انا من الناس طوال القامه. يعني الناس طوال القامه هتفهمني. اي شخص يعني نادرا جدا لما تلاقي حد طويل القامه وفي نفس الوقت بيض المنكبين كده ومفرود وبتاع. لا يعني صعب ان احنا نمنتين حاجه زي كده. فالحاجه اللي كانت بتخلينا نمنتين هي الرياضه، ان احنا بنلعب رياضه باستمرار، مش عشان نكبر العضلات والبايسبس والترايسبس، ده لمجرد بس ان احنا ما ندلقش لقدام كناس طوال. الفكرة بقى بتيجي لما الشخص يكون يعني مش طويل ولكن مبهدل بقى في حياته، اللي هو مثلا مقتب، بيذاكر مقتب، ماسك التليفون وموطي. كل الحاجات دي بتروح جايبه جسمك ودلقاه لقدام. هتقول لي ايه المشكله؟ طب ما ندلق لقدام، ايه المشكله يعني بقى؟ يعني فيها ايه يعني؟ هتقعد بقى تقول لي لغه الجسد ومعرفش ايه. بص، بعيدا عن الحاجات اللي هي فعلا صح، لغه الجسد ما ينفعش تكون مدلوق كده. انا هكلمك بقى بشكل طبي. ما انا انتوا نسيتوا ولا انا دكتور علاج طبيعي يا اولاد؟ انت لما انت بتبقى واخد هذا الوضع ده ما بيبقاش الوضع المثالي لعضلاتك، ان كان عضلات ظهرك ولا عضلات اللي قدام. الحاجات دي بتحطه في اوضاع مش تمام، فيبدا بقى يظهر لك تريجر بوينت، يظهر لك شد عضلي، ظهرك يوجعك، كتفك تشد، مصايب بقى. وبعدين بقى لما انت تتنح وتكمل على هذا المنوال وتقعد تاخد في مسكنات، يقوم يبدأ بقى يحصل حاجة زي الايه، الانزلاقات. يحصل لك درجة من درجات الانزلاق، تنحت اكتر خلاص بقى تخش في مصايب تانية، ان كان في الرقبة ولا في الظهر. لان احنا اوضاعنا كلها غلط، اوضاعنا في اليوم غلط. مش احنا مش عندنا ثقافة مثلا ان انت تكون قاعد والله على كرسي يعني غالي ومريح ظهرك ومعرفش قاعد وبتاع وب5 عجلات وحاجات كده. احنا ما عندناش الحاجه دي وما عندناش، لان الكرسي مثلا هتلاقيه ب 8 كليتي. ف ايه بقى اللي بيعوض؟ انك تكون مركز في جسمك، عندك وعي بجسمك، ان والله انا رقبتي لقدام رجعها، انا ظهري مقوس رجعه. يبقى عندك هذا الوعي وانت بتذاكر وانت سايق وانت بتاكل حتى. يبقى عندك هذا درجة الوعي، وتكون بتعمل زي ايه، كومبنسيشن، يعني بتعمل تعويض بان انت بتلعب حاجة زي الرياضة. مش لازم تكون يعني مستر اولمبيك، بس تكون بتلعب شوية رياضة تشد لك ظهرك، تشد لك عضلاتك، تبقى عضلاتك مرنة وبتشتغل. لكن لو انت فضلت بنفس العادات السيئة والأوضاع الغلط وفضلت مكمل، حتى لو انت شاب هتتعب، وهتتعب جامد. ما تقوليش بقى عشان كده اقول لك ايه يا ابني،